السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، بس عايزه اقول لكم النهارده هنعمل اكل مطاعم. قال ايه ولادي بيقولوا لي عايزين يروحوا يشتروا كريبايه ب60 جنيه. قلت لهم طب وليه؟ هعمل لكم النهارده بال60 جنيه دولت 10 كريبيات، مش كريبايه واحده، لا 10. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونشوف المقادير مع بعض ونشوف الوصفه اللي تجنن دي. ولادي بصراحه عجبتهم جدا، ومن صدر فرخة واحدة بس او ربع فرخة عملت الكمية دي كلها. وعايزة اقولك عملت الكريب من غير لبن بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. وعايزة اقولك طري لوبيا، شايفة الحشوة عاملة ازاي؟ بحشوة تحفة تحفة كده. شايفة الجمال؟ بص الكريبات اللي انا عاملاها، الكريب اللي انا عاملاه النهاردة بسم الله ما شاء الله عملت 11 كريباية. 11 كريباية من 3 كوبايات دقيق. شايفه بسم الله ما شاء الله، شايفه الطراوه بتاعته، وبيضه واحده بس، ومن غير لبن ومن غير افتكاسات كتير. وشايفه الطراوه بتاعه الكريب بتاعي عامل ازاي؟ تحفه طري، وكان طعمه وريحته في منتهى الجمال. ايه رايك بقى في الجمال؟ زي العسل. هنعمل شويه كريب النهارده مش عايزه اقولك على الجمال بتاعهم، حاجه كده تحفه تحفه كده. وهنعمله كمان كده وندلعه بشويه حركات كده، ونعمله شكل ايه؟ شكل المطاعم بالظبط والاحسن كمان، وبطعم اجمل واحلى وانضف بكتير بكتير. شايفه ايه رايك؟ ايه رايك بقى؟ مش عايزه اقولك على الجمال وعلى النظافه وعلى الطعم، وعجبوا الولاد جدا، انبهروا بيه. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. بشكر كل حبايبي وكل متابعين اللي بيشرفوني في القناة. يا رب ربنا يديمكم دايما كده في حياتي يا رب، اللهم امين. وكل اللي دخلوا له جداد كمان على راسي من فوق. يلا اول حاجه معايا شويه بصل كده. البصل ده طبعا كان عندي شويه بصل صغيرين كده، مسكتهم نضفتهم وقلت هينفعوا جدا في الوصفه دي. هات الكبه بتاعتك بقى الحلوه وانزلي بالبصل بتاعك كله في قلب الكب. هفرمه فرمه حلوه جدا. عايزه تنعميه نعميه، عايزه تعملي وسط تعمليه زي ما انت حابه. بس كل ما تنعمي البصله كل ما يديكي طعم احلى واحلى، ومش هيبان خالص مع الفراخ او اللحم. جبت الكبه بتاعتي بقى وهبدا افرمه فرم ناعم واخليه زي الفل. شايفه الجمال؟ ما تنسيش عرفيني انت منين بتتابعيني منين، انا بحب اعرف اوي انت بتتابعيني منين. وتصلي على رسول الله في الكومنتات وتثبتوا حضورك معايا. احرك يمين وشمال كده. انا عايزه البصله بتاعتي تبقى ناعمه خالص خالص. هوريك الناعمه ازاي دلوقتي. اهي بصوا الجمال كده، نعمتها وبقت زي الفل اهي. طاسه على النار بقى كده، وهحطها كده واحط عليها ايه، واحط وهنزل على طول بالبصل بتاعي اللي فرمته ناعم خالص زي ما انت شايف. لو حابه تفرميه ناعم عن كده كمان عادي، ممكن تفرميه كمان. هنزل بشويه زيت صغيرين كده، وهسيب البصل ايه تدبل بس مع نفسها شويه كده بالطريقه دي. وصلت معايا لحد هنا؟ لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش في اللايك الجميل بتاعك. بص الجميل، هقولك بقى هنعمل النهارده الكميه الحلوه ديت بصدر فرخ. انا كان عندي صدر فرخه زي ما انت شايفه، جبته وقطعته، وكان عندي ثلاث قوانص من قوانص الفراخ. طبعا ولادي عشان ما بياكلوهاش يعني بحطها في الفريزر، افرمها مع حته فرخه بتبقى زي العسل اكنها لحمه مفرومه بالظبط، ما بتفرقهاش عن اللحمه المفرومه. ممكن تعملي منها كفتة كمان، بتبقى انا بفرمها كمان في الكفتة، بحوشها وبعمل منها كفتة الرز. بتبقى تحفة يا جماعة، بتبقى تحفة ما شاء الله عليها يا بنات زي العسل، ما بتبانش خالص. ولو فرمتها كده وعصقتها وعملتي بقى ممكن تعملي بها مكرونه، وممكن تعملي بها ممكن تعملي بها كل حاجه. تعملي بها جلاش، تعملي بها رقاق، ما خالص. واللي هيشوفها هيقول لك ده لحمه مفرومه مش قوانص. طبعا بصوا ما شاء الله اللهم بارك، فرمتها ناعم جدا جدا. شايفه زي ما انت شايفه اهو بالطريقه دي كده. هنزل بقى كل اللي في قلب السكينه كده او اللي بقت ناعمه معايا خالص، اللهم بارك زي العسل بسم الله ما شاء الله. بشكر اخواتي وحبايبي ومتابعيني واخواتي اللي منوريني في القناه كلهم على راسي، بشكركم قوي قوي لانكم انتوا فعلا حبايبي واخواتي الغاليين اللي ما استغناش عنكم ابدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ادي بس ديت الثلاث قوانص اهم، زي بصوا 3 قوانص، وادي الربع الفرخه اللي بقول لك عليه. ربع فرخه بس الصدر كده، ما بكون عندي بجيب فرخه بقوم شايله منها الصدر، اعمل على قدنا كده، والصدر بعينه بعمل منه مكرونه، بعمل منه فراخ، بعمل منه حاجات كتير زي ما انتوا بتشوفي قبل كده بعمل منه ايه. يعني بعمل منه فراخ بالمكرونه، فراخ بالمكرونه
بعمل منه وصفات كتير. وانا طبعا بوصفات كتير من الصدر فرخه او ربع فرخه، بعمل كلها وصفات موفره ووصفات جميله وبترمي معاكي كميه. بصوا شوف بقى توفير يعني توفير. وانا قلت لكم هدفها التوفير، وفي نفس الوقت بنعمل اكل جميل واكل حلو يفتح النفس كمان، واكل مهم والله. نزلت بقى بالفراخ بتاعتي زي ما انت شايفه كده على البصل، بعد يا دوبك بس ما خليت البصل تدبل كده، وحطيت عليها شويه ملح. همسك الفرخه الصدر بقى اللي انا فرمته ده، هضيعه كويس قوي في البصل عشان خاطر ما يكتلش الفراخ بتاعتي. انت شايفه هنزل بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي بقى عن ايه عباره عن ايه، البهارات هي اللي هتخلي معاك الطعم زي طعم المطاعم بالظبط. السبع بهارات حط نص معلقه، نص معلقه فلفل اسود، معلقه ملح كده حلوه، نص معلقه بهارات فراخ، وهتحط طبعا شوية كمون، ولو حابة تحط شوية بابريكا حطي. دي طبعا ديت البهارات اللي هتخلي معاكي اللحمة بتاعتك المعصجة تحفة. ونزلت كمان عليها بطماطمتين مبشورين، وقرن فلفل سبايسي او شطة سبايسي، وعصقت اللحمه وسبتها على جنب. تعالوا بقى عشان احنا قلنا هنعمل عجينه الكريب النهارده من غير لبن. انا معايا 3 كوبايات دقيق زي ما انت شايف، كل كوبايه دقيق بتاخد كوبايه ميه. طبعا عشان ما عنديش لبن نزلت ب3 معالق لبن بودره. لو ما فيش لبن بودره ما تقيديش بحاجه، عادي خالص انزلي من غير ميه من غير لبن بودره نهائي، هتبقى وصفه زي العسل برضه. ادي 3 كوبايات ميه، وبقول لك ان الكوبايه ديت اللي انا بعاير بيها، عايرت بيها 3 كوبايات دقيق، ونزلت ب3 معالق لبن بودره، ونزلت كمان ب3 كوبايات ميه، وادي بيضايه واحده بس، ونزلت ببيضايه. طبعا عشان زفرت البيض لازم ننزل بشويه فلفل اسود، لان طبعا ده الكريب مالح، ما هوش كريب يعني مسكر وكده، فهتنزلي طبعا بملح وفلفل اسود عشان زفرت البيضه. وبيضه واحده بس، في ناس بتحط لك على كل كوبايه دقيق بيضه، كل واحد وليه طريقته. الطريقه دي موفره وبتطلع لك الكريب تحفه وطعمه في منتهى الجمال، ولا في ريحه زفاره ولا في اي حاجه من دي. هاتي بقى المضرب بتاعك السلك كده او اي معلقه عندك او اي حاجه، واهم حاجه الخطوه دي كويس انك تضربي كويس قوي الخلطه دي كويس قوي زي ما انت شايفه كده. ما ننساش طبعا رشه الملح الصغيره، ولو عندك شويه سكر انزلي كمان برشه سكر، هتبقى برضو تحفه في منتهى. ضفت رشه سكر حبيت ان اقولك عليها بس ما ظهرتش يعني. هننزل كمان ب3 معالق زيت، انا حطيت معلقتين ورجعت حطيت معلقه كمان، وهقلب بقى كويس قوي الخلطه الجميله ديت، وهسيبها بقى هسيبها يعني ايه حوالي دقيقتين 3 بس، لحد ما اجهز بقى الطاسه اللي هقلي فيها الكريب او هعمل فيها الكريب، واجهز الحاجه بتاعتي. بص القوام بتاع العجينه بتاعت الكريب اهي. ممكن تستغنى عن الخطوه ديت، وفي الخلاط تضربوا كل المكونات في الخلاط. اهي شايفه القوام يا جماعه، بصوا ادي قوام الكريب بتاعي. لو انت جيتي بقى تعملي الكريب لانه هو بيتقل شويه، انت هتسيبيه انت هتركنيه حبه كده لحد ما تجهزي صينيتك وحاجتك اللي هتعملي فيها الكريب. لو حسيت ان القوام بتاعك تقيل زوديه كمان شويه ميه، هتبص تلاقي النتيجة هتعجبك جدا. كل ما يبقى الكريب معاكي خفيف، كل خفيف يعني كل ما السمك بتاعه مش تقيل، كل ما الكريبات تطلع معاكي رقيقة وخفيفة وحلوة ما تبقاش تقيلة. بص دي كوبايه صغننه كده اللي هعمل بيها الكريب بتاعي عشان كله يبقى مقاس واحد. جبتها بتاعتي بقى ومسحتها مسحه زيت صغيره خالص، وزي ما انت شايفه كده اهو، وحطيتها على النار، والنار متوسطه متبقاش واطيه قوي علشان، ولازم الطاسه تكون سخنه جدا. سواء بقى تعملها في طاسه تيفال او طاسه عاديه، انا كنت والله بعملها زمان في الطاسه الالومنيا قبل ما اجيب الطاسه دي، فوق منتهى الجمال. بس اهم حاجه كان عندي رقد العجينه بتاعتي بعد ما سبتها شويه، ودي الكوبايه اللي بعمل فيها او بيها كده الكريبايه كده، الكريب كله مقاس واحد يعني معايا. طبعا دي كانت اول واحده كريبايه، على ما الطاسه تسخن كده وتعمل هتاخد معاكي وقت شويه، مش وقت كتير يعني، بس ما شاء الله هتبص تلاقيه دلوقتي هيبقى زي الفل كله. شايفه الجمال اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ادي كمان عملت كمان اهو كمان واحد، هبدا بقى اعمله كله وهياخد لون حلو من تحت، هقوم مضيره على طول زي ما انت شايفه كده معايا. انا طبعا لون يعني جامد علشان خاطر انا هديله تحميصه كده بعد ما احشيه باللحمه او الفراخ، هديله تحميصه على الطاسه برضه، فانا هاخد لون خفيف. يمكن دي خدت لون معايا كمان، بس بعد كده ان شاء الله يعني هديله لون خفيف خالص، لون النواره الصفرا بس كده. اه بصوا كمان بقى اهوت. وطبعا تبقى ايدك سريعه بقى في اللحظه دي، سريعه لازم أن تقوم حاطه كده كبشه كده او مغرفه او اي حاجه من العجينه، وتقومي بايدك بسرعه وتلفي في الطاسه، تلفي العجينه بسرعه في الطاسه زي ما انت شايف. هتقوم بسم الله ما شاء الله مش هتاخد معاكي حاجه، وهتقوم واخده لون على طول باذن الله.
ايه رايك بقى؟ عايزه اقول لك في اليوم ده العيال كانوا مشاركيني في المطبخ وفي الوصفه وكانوا فرحانين. اللي يقول لي يا ماما هات اما اصب لك كبشه، واللي يقول لي يا ماما هات اما اقلب لك، كنت سايباهم كانوا فرحانين طبعا. فشاركي معاكي اولادك كده في الكريب ده هيفرحوا جدا. بصوا اهو لون العسل، لون خفيف كده، وكان طري وفي منتهى الجمال، طري طراوه، مش عايزه اقول لك على الطراوه بتاعته اهو. بصوا ايه رايك بقى؟ هعمل معاكي كمان شويه. بصوا انا بقى عملت يعني شويه كتار معاكي اهوت علشان تشوفي بنفسك، يعني قدامك كل حاجه اهو. واقوم ده ما بياخدش تسويه كتير، ساعه ما ياخد وش على الوش ده كده لون خفيف بقوم مديره على طول على الوش التاني بالطريقه دي كده. شايفه الجمال؟ ايه رايك بقى؟ استاهل اللايك الحلو منك ولا لا؟ بالطريقه الحلوه دي. الذكر يا حبايب قلب، ما تنسيش كده وانت واقفه كده تصلي على رسول الله على طول في المطبخ معاكي، بتعملي اي حاجه تصلي على رسول الله. ما تخليش الذكر يسيب لسانك ابدا. الذكر دايما، الذكر ده بصوا كنز، كنز والله العظيم، كنز وراحه بال وطمأنينه وكل حاجه. شايفه الجمال؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا اهو. طبعا لو في حته فاضيه كده اللي الطاسه ما جابتهاش او ما كملتش العجينه، بقوم جايبه حته عجينه زيطها وبالسباتيولا كده بسرعه ولفها في الصينيه مسوياها، بتطلع متساويه وزي العسل. بصوا اهو. شايفه الكريب؟ بسم الله ما شاء الله، بوريكي شكله جميل. ده غير كمان ما كذا واحده كده طلعت الولاد كلوها حاف كده، بصراحه طعمه عسل. خلصت الكميه بتاعتي، طلعت حوالي 11 رغيف. بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم والله، والطاسه كبيره يعني الرغيف كبير مش صغير. شايفه الجمال؟ ايه؟ عملنا النهارده الكريب في البيت بطريقه سهله وبسيطه. بصوا طري ازاي، طري لوبيا، طري طري كده، مش عايزه اقولك يتاكل حاف والله. انتوا عارفين انا زمان كنت بعمله كده، لما كان يبقى عندي كان جوزي تعبان شويه كنت بعمله له طري على الفطار الصبح، الكريب ده ويفطر بيه والله. كنت بقوم عاملاه له اول من النوم كده الصبح، اقوم عاملاه له يفطر بيه الصبح، ما كان سنانه وجعيه يعني قبل كده. بيبقى طري وما بيندخش في الاكل، مش زي العيش خالص. هجيب بقى وهحشي طبعا زي ما انت شايفه كده، طبعا سايبه الطاسه على النار علشان خاطر ايه، هحطها هديها تحميصه بس. عندي ولادي في شيء بيحبها متحمصه وفي شيء ايه ما عايزاها طريه كده، فانا هعمل شويه كده وشويه كده. يعني هديها تحميصه خفيفه، مش هحمصها قوي او مش هنشفها، يعني لان ولادي بيحبوه طري. شايفه الجمال؟ طبعا ديت يا حبايبي دي طريقه حلوه قوي للكريب ان احنا نعمله مثلث بقى. بصي بقى هقول لك كمان، لو انت حابه بقى تضيفي جبن ايه لشويه بطاطس كده وتضيفي عليها شويه جبن بقى مشكلين، موتزاريلا على شيدر على رومي، اللي انت حابه تضيفيه ضيفيه والله، الموجود عندك حطي فيها. انا استكفيت بها كده، كانت تحفه، وكانت اللحمه فيها عسل، لا محتاجه جنبها حاجه ولا محتاجه جنبها غموس حاجه، كانت زي العسل كده. بس انا بقولك على الاضافات لو انت حابه تضيفيها في قلب السندوتش بقى، تضيفي شويه بطاطس وتضيفي شويه جبن، هتبقى روعه الروعه بصراحه، يعني مش هقولك هتبقى ايه لما تضيفي شويه كده. بس طبعا الوصفه بتاعتنا النهارده اقتصاديه وسهله جدا، فاحنا ايه مخلينها اقتصاديه على الاخر، يعني ما ضفناش اي حاجه. ادت لها تحميصه حلوه زي ما انت شايفه اهو. بصوا شايفه الجمال؟ والله العظيم طعمها كان خطير يا جماعه، كان خطير. وبس او ربع فرخه بس عملت الكميه السندوتشات دي كلها. الاولاد بقى كانوا هيروحوا هيشتروا السندوتش ب 60 جنيه. قلت لهم لا، طب ب 60 جنيه، ال 60 جنيه دول انا اعمل لكم بهم بدل السندوتش 10 سندوتشات. شايفه الجمال؟ ايه رايك؟ كده الوصفه بتاعتنا خلصت النهارده، وعملنا احلى كريب النهارده. عايزه اقول لك كان مشطشط بقى كده، وكان طعمه خطير خطير والله. وهوريكي بقى الطراوه بتاعته، هقطع لك حته كده وهوريكي دلوقتي كمان. ما شاء الله ما شاء الله، كان زي العسل وكان طعمه تحفه. وكان بصوا والله العظيم ابن قال لي ما يفرق ياما حاجه خالص بزياده بس عن التوميه والكاتشب والحاجات دي، لو انتوا حابين تضيفوا ضيفوا. وبكده الفيديو يكون خلص، واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.